اليوم ان شاء الله غنشارك معكم سمنات على شكل بسطيله، كيجيو شويه كبابرين وكيجيو مورقين وبحشوه اللي هي بنينه. نتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم ويكونوا عندكم معتمدين وتجربوهم في القرية. كيجيو مقرمشين ومورقين كيف ما غتشوفوا معايا في الصور. المهم بلا ما نطول عليكم خليكم معايا للاخر نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بالنسبه للمكونات الخاصه بالعجين، خديت واحد الاناء ضفت له ما يعادل 4 ديال الاكواب مملوئين جيدا من الدقيق الابيض او الفورس او فرينه، ثم ضفت رشه خفيفه من الملح، نصف كيس من خميره الحلويات او بيكين باودر ما يعادل ملعقه صغيره، ملعقه كبيره من زيت المائده، ملعقتين كبيرتين من دقيق الفينو او السميد الناعم، ملعقه صغيره من السكر. ثم كتجي المرحله ديال جمع العجين بالماء اللي كيكون دافي قليلا ماشي بزاف. كتبقاو تضيفوا شويه بشويه نتوما كتجمعوا العجينه ديالكم حتى كتحصلوا على القوام المعروف ديال المسمن او الملوي. العجينه ما كتكونش قاصحه، كتكون لينه طريه باش كتساعدكم هكا في الخدمه فيما بعد. المهم بالنسبه لي انا احتاجيت ما يعادل او بالتدقيق الكوبين الا ربع من الماء الفاتر. هذا هو القوام ديال العجين. كيف ما كتلاحظوا معايا عجينه طريه لينه. من بعد دهنتها بشويه ديال زيت نباتيه وغطيتها بورق السلوفان وخليتها جانبا ترتاح. بيد ما وجدنا الحشوه يمكن لكم تخليوها اطول مده ممكنه باش كتحصلوا في الاخر على نتيجه غزاله. من جهه اخرى غنشارك معكم حشوه اقتصاديه بنينه كذلك وكتجي معلكه. خديت واحد الكوكوط ضفت ليها ما يعادل 2 الحبات ديال البصل كيكونوا مطحونين جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا. ثم ضفت واحد الكميه ديال الدجاج. ثم حكيت واحد 3 الفصوص كبار من الثوم. ضفت كذلك 2 الكميات متساويين ما بين زيت الزيتون وزيت نباتية. وباش نحصلوا على الحشوة ديالنا كتجيب النكهة ديال السمك، ضفت واحد المكعب إلا ربع من الضامة ديال السمك أو الخاصة بالسمك، 3 ديال الورقات من الرند أو ورقة سيدنا موسى، كمية قليلة من هاد الضامة ديال الزعفران. اللي عندكم الزعفران الحر ضيف واحد الكمية قليلة ذوبوها في الماء اللي كيكون دافي. رشة خفيفة من البابريكا أو التحميرة كتبقى كذلك اختيارية. رشة من سكينجبير أو الزنجبيل، رشة من الفلفل الأسود أو الإبزار، الخرقوم كذلك ضفت واحد الكمية، وشوية ديال الهريسة أو الشطة أو الفلفل الحار، رأس ملعقة صغيرة من القرفة. يمكن لكم تعوضوها بالقرفة عواد، ضيف واحد العود كيكون شوية كبيبر. ثم ضفت واحد العصرة خفيفة ديال العصير الحامض. هاد العصير هذا ديال الحامض كيفتي لينا الدجاج من بعد ما كيطيب. ثم ضفت كوب واحد من الماء العادي ديال الصنبور. بالنسبه لهاد الحشوه ما غاديش نشحرها مباشره، غنوضعها فوق النار. وما نساوش كذلك واحد الرشه خفيفه كذلك من التوابل الخاصه بالسمك باش كنحصلوا على الحشوه ديالنا كتجي منسمه بالنكهه ديال السمك او الحوت. غطيت على طنجره الضغط ووضعتها فوق نار اللي هي متوسطه حتى طاب لينا داك الدجاج. خلال دقائق الحشوه ديالنا كتصبح جاهزه. بالنسبه لداك الدجاج زولته فرتستو جيدا، زولت له العظام والجلده كذلك. هذه هي الحشوه ديالنا. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي معلكه. دابا ان شاء الله غنضيف لها باقي المكونات. عندي هنا واحد الكميه ديال القزبور ومعدنوس مفرومين. دائما بالاستعانه بالملعقه كنخلطوا المكونات جيدا. ثم ضفت قطعتين من الجبن المثلث كيعطيونا واحد التعليكه مضافه للحشوه. دائما كنستمروا هكا في التحريك باش الحشوه ديالنا ما كتلصقش وفي القاع ديال الطنجره. ثم ضفت واحد المكعب ونصف من الشعريه الخاصه بالارز من بعد ما سلقتها او من بعد ما ضفت ليها واحد الكميه من الماء الساخن. بديت كنقلب المكونات جيدا حتى ديك الشعريه كتشرب ليا دوك السوائل اللي كاينين هكا في المريقه.
من بعد ضفت داك الدجاج اللي فرتته جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا. قلبت المكونات جيدا. كنحصلوا على واحد الحشوه اللي كتجي هكا منسمه بالمذاق ديال السمك. اون فوا كنلاحظوا بانه الحشوه ديالنا نشفات كنطفيو النار. ضروري تخليو الحشوه ديالكم تنشف من دوك السوائل. طفيت النار وخليتها جانبا تبرد وتاخد الحراره ديال المطبخ باش هكا ما تقطعش ليا العجين فيما بعد. من جهه اخرى العجينه ديالنا ارتاحت وخدات الوقت ديالها الكافي. دابا ان شاء الله بالاستعانه بزيت نباتيه بديت كنشكل كويرات اللي كيكونوا هكا متوسطين في القياس ديالهم. هاد الكميه اللي عندي ديال العجين خرجت منها 15 كره صغيره او متوسطه. لانه ان شاء الله كل مسمنه غادي تكون مكونه من 3 ديال الكويرات. في الاخير غنحصلوا على 5 ديال المسمنات على شكل بسطيله كيجيو شويه كبيبرين في الحجم ديالهم. من بعد ما شكلت الكويرات خليتهم جانبا يرتاحوا لواحد المده ديال 2 دقائق حتى ل3 ديال الدقائق باش كيكونوا هكا ساهلين علينا اننا نبسطوهم كيف ما بغينا. ضروري ما دهنوا من الفوق ديال الكويرات بشويه ديال الزيت النباتي باش ما كتشكلش ديك القشره من الفوق. يمكن لكم تغطيوهم كذلك بورق السلوفان. بالنسبه للحويجات باش غادي نخدم عندي انا هاد الزليفه هادي ديال الطين. هي باش غادي نشكل ان شاء الله هاد المسمنات اللي كيجيو شويه كبابرين. وعندي كذلك شويه ديال الزبده ذوبتها مع شويه ديال زيت نباتيه كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لطريقه التشكيل نشارك معكم واحد الطريقه اللي هي بسيطه وسهله وكذلك عمليه ما كتاخذ ليناش واحد المده اللي هي طويله في التحضير ديال هاد المسمنات هادو على شكل بسطيله. كناخدو 3 ديال الكويرات كنبسطوهم دقه واحده كيف ما كتلاحظوا معايا وكنفرقوا ما بيناتهم بالزبده. ثم كنديروا وحده فوق الاخرى. كنحصلوا على 3 ديال الطبقات مفرقين ما بيناتهم بالزبده كيف ما قلت لكم. كنبسطوهم جيدا وكنوضعوهم في ديك الانيه ولا في داك الاناء اللي غادي يحدد ليا لا فورم ديال المسمنه. كيف ما كتلاحظوا معايا طريقه اللي هي بسيطه ما فيهاش تعقيدات. من بعد خديت واحد المورصو ديال الجبن الخاص بالساندويتش وضعته في الاسفل. ثم قسمت ديك الحشوه اللي عندي على عدد المسمنات اللي غنحصل عليهم في التالي. عمرت هاد المسمنات هادو جيدا بديك الحشوه ديال الدجاج والشعريه كيف ما كتلاحظوا معايا. يمكن لكم كذلك تضيفوا حتى الزيتون لهاد الحشوه وتضيفوا عده اضافات. بالنسبه لي شاركت معكم حشوه اللي هي اقتصاديه وبسيطه كذلك وكتجي بنينه بالنكهه ديال السمك. من بعد ما وضعت الحشوه بديت كنجمع العجينه على الحشوه ديالي وكان ندهنوا كذلك العجين بشويه ديال الزبده باش كتجينا هكا العجينه مورقه ومقرمشه فيما بعد. هذه هي الوحده الاولى اللي صايبت وضعتها مباشره في صينيه اللي فرشت ليها ورق الزبده كيف ما كتلاحظوا معايا. بالنسبه لهاد المسمنات بسطوهم قليلا ماشي بزاف باش كنحصلوا على داك التوريق ديال العجين فيما بعد. بنفس الطريقه استمريت حتى ساليت الكميه اللي عندي كامله ديال الوحدات. كيف ما قلت لكم سابقا حاولت كنبسط 3 ديال الكرات دقه واحده وكنفرق ما بيناتهم بالزبده والزيت كذلك. ثم كنبسطوا جيدا هاد الدوائر حتى كيوليو هكا رقاق وكنوضعوا هاد الدائره هذه الكبيره اللي كنحصلوا عليها فوق داك الاناء اللي دهناه هكا بشويه ديال زيت نباتيه باش كنتفاداو العجينه ديالنا تلصق. كنوضعوا في كحشوه شويه ديال الفرomاج الخاص بالساندويتش ولا الاحمر ولا الموتزاريلا اللي كان عندكم ولا يمكن لكم تستغناو عليه. من بعد كنضيف واحد الكميه ديال الحشوه وكنسدو على الحشوه ديالنا بالعجين. كنبداو نجبدو الاطراف جيدا باش ما كتجيناش العجينه ديالنا غليظه نهائيا.
كيف ما كتلاحظوا معايا في الصور، هادو هما المسيمنات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا. دهنتهم من الفوق بشويه ديال الزبده اللي كتكون دائبه، ورشيت عليهم شويه ديال الزرارع، شويه ديال الجنجله الابيض، وشويه ديال حبوب الشيا. كيبقاو اختياريين، بغيتو تضيفوا هذا المكون ضيفوه، ما بغيتوش لا داعي، كيبقى كتزيين فقط. في هذا الاثناء الفرن ديالنا كيكون سخون مسبقا لواحد المده ديال ثلث ساعه حتى نص ساعه على درجه حراره عاليه، لا بالنسبه للفرن ديال الغاز ولا بالنسبه للفرن ديال الكهرباء. اين فوا كتدخلوا هاد المسمنات للفوق، النار كتكون من الاسفل، كتخليهم واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. اين فوا كتلاحظوا بانه العجينه ديالكم تشمعات، ما بقاتش عجينه، كتخفضوا عليهم النار قليلا ماشي بزاف. اين فوا كياخذوا داك اللون الذهبي من الاسفل، كتشعلوا عليهم النار من الفوق باش ياخذوا كذلك لون ذهبي مميز من الاعلى. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمنات ديالنا اللي كيجيو على شكل بساطلات، كيجيو مقرمشين مورقين بحشوه بنينه لذيذه كذلك ومعلكه. نتمنى ان شاء الله تجربوهم في القريب، اما للعشاء مثلا ولا للغداء مع مرافقات. بالنسبه للحشوه كيف ما تنقول لكم دائما في الفيديوهات ديالي كتبقى اختياريه، تستعملوا اي حشوه كتفضلوا. بالنسبه لي انا شاركت معكم اليوم اقتراح، ولكم كل حريه في الاختيار. هذا هو الداخل ديالهم، كيجيو مورقين مقرمشين، هشاش كذلك. نتمنى ان شاء الله تقيدوا بالمرحله ديال الطهي لانها مرحله جد جد مهمه. بالنسبه للفرن ديال الكهرباء طيبهم على درجه حراره 250 اعلى درجه. من بعد ما كتلاحظوا بانه العجينه ديالكم تشمعت، راه كتخفضوا عليهم النار حتى ل 150 160 درجه. ونفس الشيء بالنسبه للفرن ديال الغاز، لانه هاد المرحله هذه ديال الطهي كتكون مهمه. وبلا ما نطول عليكم، لكم مني كل الشكر والتقدير، والى الملتقى باذن الله. نهاركم مبروك.